يو وياكم محمد من قناة دارك. موضوعنا اليوم يتكلم عن أندرو تيت. أندرو تيت هو أحد أشهر الأشخاص في العالم. تخيلوا أنه تصدر بحث محرك جوجل لمدة عدة أشهر. للعلم أنه ملاكم متمرس وقوي ومعروف بصلابته وشدته. المهم نجي للموضوع الأساسي. فأندرو قبل كم شهر بدأ يبحث عن الإسلام بشكل أكبر. توقعوا الناس أنه يسوي ذا الشيء عشان يحصل إعجاب المسلمين، إلا أنه بشكل حقيقي بدأ يتقدم بالموضوع إلى أن تواصل مع عدة شيوخ معروفين في دبي، وقرر أنه يسلم ويصلي. أغلب الناس أبدوا إعجابهم بالموضوع وحبوه، خصوصا كثير من المسلمين، وكمل حياته طبيعي إلى أن في نهاية 2022 يوم 29/12 قررت السلطات الرومانية وبعد معرفتها أن أندرو موجود في البيت إلقاء القبض عليه بعدة تهم، منها المتاجرة والاغتصاب. طبعا وبدون أي دليل، مجرد قالوا أن 2 من الضحايا موجودين. وبعد يومين الاثنين اللي على الأساس أنهم من الضحايا اطلعوا في لقاءات تلفزيونية وقالوا ما فينا أي شيء، وأن السلطات والحكومة جالسة تحاول تلفق تهمة، وأن ما في أي دليل ضد أندرو. في هذه اللحظة الناس انقسمت نصين. نص يقول أن أندرو تم إلقاء القبض عليه بسبب أنه تكلم عن عمق الحكومات والخفايا وراها، واللي سماها باسم الماتريكس، وأساسا قال في يوم من الأيام بيسجنوني وأنا مستحيل أقتل نفسي. ونص يقول أن أندرو تم إلقاء القبض عليه بسبب اشتباهه بعدة قضايا وأنه مذنب. وبصراحة إذا تبي رأيي، أنا أثق في أندرو وأنه ما غلط، والسبب هو كلامه عن الخفايا وإسلامه أيضا. مع العلم للي ما يدري، رومانيا جدا مشهورة في فساد أنظمتها وحكومتها وقضائها، والله أعلم. وانتوا إيش رأيكم عن الموضوع؟